إذا كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه يحسب له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة اللهم إني استغفرك وأتوب إليك، وهو المعصوم عصمه الله، ومع هذا في المجلس، ولا أقول في اليوم، في المجلس الواحد يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب أكثر من 70 مرة، ويقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو المعصوم أتقى الناس، أخشى الناس، أعلم الناس، أقرب الناس إلى الله، يتوب إلى الله 100 مرة. بالله عليك كم تتوب إلى الله تبارك وتعالى؟ وكم نعمل من المعاصي، وكم يقع فينا من التقصير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يفرح أكثر إذا تبت إليه. فتصور يا عبد الله، تصور يا أمة الله، أننا أو أنك أو أنك إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى الله يفرح. يعني حاول أن تتصور الموقف، أنت أيها المسكين سبب فرح الله، أنت تسببت بفرح الله سبحانه وتعالى. الله ألا يحبك؟ أنت لا إذا واحد فرحك تقول له هاك البشارة، يقول لك عطني البشارة أنا فرحتك. أنت الآن أفرحت ربك سبحانه وتعالى إذا تبت إليه. فتعال انظر معي كيف سيكون ثوابك عند الله الذي أفرحته سبحانه وتعالى. كم سيعطيك، كم سيهبك سبحانه، كم سيقربك سبحانه وتعالى، كم ستسعد عند الله جل وعلا لأنك كنت سببا في فرحه سبحانه وتعالى. لله أفرح بعبده إذا تاب إليه. الله يفرح إذا تبت إليه سبحانه وتعالى. فلنفرح الله بكلمة اللهم إني تبت إليك، فيفرح الله سبحانه وتعالى.